السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هعمل مربع كروشيه بغرزة الكلاستر والصدفة. الشكل ده المربع ده دي غرزة الكلاستر وهنا غرزة الصدفة. إن شاء الله هنشوفوا الخطوات بيتعمل إزاي. بجيب طبعا الخيط الصوف أي نوع اللي أنا عايزاه، وبعمل أول حاجة غرزة البداية إن أنا بلف الخيط كده وبتنيه على صبعي، والفتلة ديت بمسكها واشدها كده تبقى ديت غرزة البداية، وبحطها في الإبرة. وأول حاجة بعمل 5 سلاسل وأقفلها بمنزلقة. الغرزة دي طبعا مش بتتحسب، يعني كده أدا 1 2 3 4 5. بعد كده بدخلها في الغرزة الأولانية وبقفلها بمنزلقة اللي هي أنا ألف الخيط وأقوم مطلعاه كده، قفلت الحلقة. بعد كده بعمل ارتفاع السلسلة 3. أدا 1 2 3، ويعتبر ده أول عمود. ما بين العمود والعمود أنا هعمل 8 أعمدة، ما بين كل عمود 2 سلسلة، يعني ده أول عمود. وبعد كده أعمل 2 سلسلة وبعدين ألف أعمل العمود التاني، وهكذا أعمل 8 عمود بينهم 2 سلسلة. ألف كده وأخرج 2 وألف كده وأخرج كده العمود، ألف وأدخل وألف وأنزل 2 وألف كده، وهكذا لحد 8. ده العمود الثامن. بعدين 2 سلسلة، أدا 1 2، وعلشان أقفلها بمنزلقة ده العمود الأولاني. العمود طوله 3 سلسلة، أدا 1 2 3. في التالتة أدخل وأخرج الخيط وأعمل اللي هي المنزلقة بالشكل ده. كده قفلت الحلقة. لعمل غرزة الكلاستر بعملها في الفراغ اللي هو ال2 سلسلة. فأنا بتنقل هيك كده، اتنقلت بغرزة الحشو عشان أوصل للفراغ. بعد كده بطلع 3 سلسلة، أدا 1 2 3. ده يعتبر العمود الأولاني. بعد كده غرزة الكلاستر بعملها من 5 عواميد غير مكتملة، ده يعتبر الأولاني. وأدا التاني أنزل فتلتين وأسيب الباقي. التالت أنزل فتلتين وأسيب الباقي. الرابع أنزل فتلتين وأسيب الباقي. الخامس بنزل فتلتين وأسيب الباقي. بعد كده عندي 1 2 3 4 5 على الإبرة، ألف وأخرج من ال5 دول كلهم مرة واحدة وأقفل عليهم بسلسلة. قفلت بسلسلة أعمل كمان 4، أدا 1 2 3 4. يعني غرزة الكلاستر بتتعمل من 5 عمود و5 الفراغ بينهم عشان أعمل الوردة 5 سلاسل. بعد كده بلف وفي الفراغ التاني أعمل غرزة الكلاستر اللي هي من 5 عمود غير مكتملة. أدا أول عمود غير مكتمل. التاني أنزل فتلتين. التالت أنزل فتلتين. الرابع أنزل فتلتين. الخامس أنزل فتلتين. بعد كده ألف وأخرجهم كلهم في سلسلة واحدة وأقفل عليهم بغرزة وأعمل تاني 4 سلسلة، 1 2 3 4، وهكذا إلى الآخر. عملت آخر غرزة كلاستر. عايزة أقفل الدايرة، بقفلها في نهاية الغرزة بتاع الكلاستر الأولانية، في الغرزة اللي فوق ديت من الخلف كده بعملها وأطلع الخيط. وطبعا بتتقفل بمنزلقة. اتقفلت بالشكل ده. لو أنا عايزة وردة بغرزة الكلاستر فهي ديت الوردة هي في دايرة. عايزة أعمل المربع اللي هو الشكل ده، هشوف هعمله إزاي. هعمل غرزة المربع بغرزة الصدفة، بعملها في الفراغ اللي هو ده، في الفراغ علشان بتنقل كده بغرزة الحشو.
بعد كده غرزة الصدفة بعملها ازاي؟ من 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود. فاعمل العمود الاولاني بارتفاع 3 غرز، ده 1 2 3، ده العمود الاولاني. بعد كده بلف واعمل العمود التاني والعمود التالت، 3 عمود، اعمل 3 سلسلة، ده 1 2 3، واعمل 3 تاني عمود في نفس الفراغ. كده عملت غرزة الصدفة. علشان اتنقل للفراغ التاني بعمل 2 سلسلة، ده 1 2، وبعدين بشتغل في هنا في قلب الفراغ ده 2 حشو، بشتغل كده حشو، ده 1 2 حشو عشان اتنقل للفراغ التاني، 2 سلسلة، ده 1 2، واتنقل للفراغ التاني. الفراغ التاني ده بعمل غرزة الصدفة، يعني 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود، ده 1 2 3. عملت الصدفة التانية، بعمل 2 سلسلة، ده 1 2، وبعدين اعمل غرزة الحشو في الفراغ التاني، 2 سلسلة، وبعدين تاني اعمل غرزة الصدفة اللي هي 3 و3 و3، 3 سلسلة، 3 عواميد، 3 سلسلة، 3 عواميد. اخر حاجة 2 حشو، 2 سلسلة. بعد كده اقفل الشغل في الغرزة التالتة بتاع العمود بغرزة اللي هي المنزلقة. بدخل الابرة واخد الخيط وادخله، وكده قفلت. اقوم عاملة قفل عليهم بغرزة واقطع الخيط. بعد كده بداري الخيط من الخلف، بدخله ما بين الشغل من الخلف كده، وبداريه وبقصه. وده شكل المربع الكروشيه بغرزة الكلاستر والصدفة. وكده أكون انتهيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.